أنا سارة، بنت عايشة وسط أسرة متوسطة، وكان عندي واحد الحلم اللي هو نبني مستقبلي مع الشخص اللي كنبغيه، ونتمنى نعيش معاه حياة مليئة بالسلام والحب. كنت دائما كنعتبر علاقتي بخطيبي محمد هي السر ديال السعادة ديالي. حياتي كانت بسيطة، ولكن كان كلشي فيها مزيان. المهم أنا من النوع اللي ما عزيزش عليه قوة الصحابات، ولكن عندي صاحبتي وحدة اللي كنعتبرها هي أختي، وهدى كانت هي الصديقة المفضلة ديالي. جينا من نفس الحي، كبرنا مع بعضياتنا، عشنا نفس التجارب. كل وحدة فينا كان عندها الطموحات الخاصة بها. كانت هي دائما معايا في كل مناسبة، كنتلاقاو بعد المدرسة، نخرجو نتفرجو في الأفلام، وكنحتفلو بعيد الميلاد ديالي ولا ديالها. كان عندنا واحد الروح ديال الصحبة اللي ما كناش كنحسو بها مع شي حد آخر. المهم أنا كنت خدامة في واحد الشركة ديال الاستيراد والتصدير في كازا. حياتي كانت مستقرة وخدامة بخير وعلى خير. مع المدة غادي نتعرف على واحد الولد اللي خدام معايا في نفس الشركة، هو نيت ولد صاحب الشركة. المهم كنا مفاهمين وعلاقتنا مزيان، حتى تطورت العلاقة ديالنا وقرر يعلن على الخطوبة ديالو للعائلة. فعلا جا هو وعائلته لعندنا. صراحة الناس متواضعين وظريفين، وانا كنت فرحانة بزاف. المهم اتفقنا على كل شيء وحددنا حتى وقتاش العرس. محمد لي واحد الانسان خلوق وكيبغيني بصدق، وكان دائما كيعطيني امل في المستقبل. حياتي كانت غادا مزيان، وصاحبتي هدى كانت دائما المرافقة ديالي. كنت كنعاود ليها كلشي على حياتي، على ابسط الحوايج كنت كنقولهم لها، وحتى هي ما كانت كتخلي شي حاجه تفوتها، وحتى من التفاصيل الصغيره. وكل لحظه كنت كنحكي لها على تطورات العلاقه ديالي مع محمد، وكيفاش بدينا كنخطو للزواج. هي كان عندها الراي في كل حاجه. كنت كنحس بها بحال هي ماما ماشي صاحبتي، حيت كانت هي اللي كتعطيني النصائح وكتبغي تحكم فيا بطريقه اللي انا ما نحسش بها. كنت تابعها في اي حاجه كانت كتقولها لي انا سابعها في الطريق ديالها. ولكن شي حاجه غريبه كانت بدات كتبان في العلاقه ديالنا، وما كانش كنلاحظها في ديك الوقت. المهم الفتره اللي تخطبت لمحمد كان كلشي جديد عليا، وحتى هدى كنحس بها بلي تغيرات. ما بقاش ديك البنت اللي فيها الضحك والهضره، حيت وليت فيما كنتلاقى بها كتجبد ليا العلاقه ديالي مع محمد. واش ما كتشوفيش بلي تسرعتوا في التاريخ ديال زواجكم؟ انتي ما عمرك فكرتي واش داك الشخص هو انسان اللي كنتي كتمناه؟ وكتزيد في التعليقات ديالها اللي ماشي دائما ايجابيه. واش عرفتي بلي كاين بزاف من الناس اللي كيخونوا في العلاقات؟ انا كنقول لك هادشي غير باش تكوني راده البال صاحبتي، حيت كيف ما كتعرفي راه محمد من طبقه وانت من طبقه اخرى. وانا خايفه عليك لا تلقاي المشاكل من بعد، خصوصا مع عائلته. حيت بحال هاد الناس كوني اكيده كيبغيو يزوجوا ولادهم البنات اللي من عائلات من نفس الطبقه ديالهم. كنت كنحاول نرد على التعليقات ديالها، ولكن كانت كتزيد تشد فيا بطريقه اللي ما فهمتهاش. كنبقى انا غير ساكته باش تكمل هي كلامها، وكتبقى تقول لي ايوا انا اللي مهنيه مع راسي. كنحس بالراحه اكثر في العزوبيه، وبان الزواج غير صداع الراس وماشي هو اهم حاجه في هاد الدنيا. ديما كان الكلام بيناتنا عادي، ولكن شي حاجه كتخلي عقلك يتبرزط. في الاول كنت كنظن انه هدى مجرد كتدافع عن الراي ديالها، ولكن مع الوقت حسيت بلي كان واحد النوع من الحسد والغيره. دازو شي شهور من ورا الخطوبه ديالنا، وبدات شي امور كتغير بشكل غريب. أنا سارة اللي دائما كنت إنسانة نشيطة، ولكن مع الوقت بديت كنحس بأعراض اللي هي غريبة، نوبات خوف بلا سبب، صداع الراس قوي، والشهية تسدات حتى ضعفيت بزاف. الأحلام المرعبة اللي كل ليلة كتوقف عليا. كنت كنحلم بلي أنا كنغرق ولا كنقوم بشي أماكن مهجورة. هذا الشعور بالتعب الدائم بلا سبب منطقي. أولا أنا ما كنتش كنتصور أن هادشي ممكن يكون خطير، ولكن يوميا نفس الحاجة ما يمكنش. صافي حتى مشيت عند واحد الطبيب، درت شي فحوصات والتحاليل، قال لي الطبيب بلي ما عندك حتى شي مرض عضوي وكل شي مزيان. ولكن الاعراض كانت غير كتزيد. حسيت براسي بلي ما قادرش نركز لا في العمل ولا في العلاقات ديالي، سواء علاقات عمليه او شخصيه. كل نهار كنفيق وانا عيانه بزاف، واخا نكون نعس بزاف ديال الوقت. والصداع والدوخه ما نعاودش ليكم، صافي خلاتني نفكر واش ياك ما كليت شي حاجه. ولكن ما يمكنش، انا دوزت عند الطبيب وقال لي بلي كل شي عندك مزيان. حتى لواحد النهار وانا جالسه في الدار مع ماما، حتى طحت وكنهضر في شي هضره اللي هي ما مفهوماش. ماما تخلعت عليا بزاف. ملي رجعت للوعي ديالي قالت لي ماما شنو وقع ليا. الصراحه انا تصدمت حيت ما حسيت بحتى حاجه. هنا فين قررت نمشي عند واحد الراقي، قرا عليا واحد الفتره طويله، وفي وسط الجلسه قال لي سمعي بنتي، هادشي اللي فيك راه ماشي طبيعي. باين ليا بلي
شي واحد قريب ليك كان دار لك شي سحر باش يضرك. ولكن كنت كنفكر كنقول شكون يقدر يدير ليا هادشي. وكان السؤال اخر اللي كان محيرني بزاف، واش ممكن صاحبتي هدى هي اللي دارت ليا هاد السحر، حيت هي الوحيده اللي قريبه ليا وكنعاود ليها كل شيء. ولكن انا ما متاكداش. المهم انا كنت متردده، ولكن شي حاجه اللي خلاتني نزيد نشك اكثر. المهم انا ما بغيتش نقول لها حتى حاجه، وما بغيت نقول حتى حاجه لخطيبي، حيت فيما كنهضر معاه كيسولني على صحتي تراجعت وعلاش كنبان عيانه كما مريضه. انا كنت كنفي كنقول لي غير ستريس ومع قريب العرس داكشي علاش. المهم واحد النهار انا مشيت عند هدى للدار ديالهم باش نخرجوا. صافي بدينا كنهضروا شويه، انا دخلت للبيت ديالها كيف مولفه، هي مشات تجيب لي الماء، وانا ديك اللحظه سبحان الله طاح لي الخاتم من صبعي. تحنيت باش نجبدو وبانت لي شي حاجه اللي هي غريبه. شفت الحوايج الداخليه ديالي تحت الناموسيه، وانا متاكده وعارفه مزيان بلي دوك حوايجي. نتجمدت في بلاصتي قلبت دوك الحوايج مزيان باش نتاكد، وعرفتهم ديالي كيفاش وصلوا هنا وكيفاش هدى خدات حوايجي وامتى هزاتهم. انا ما رديتش لها البال، ولكن انا اللي هبيله ونيه، حيت كنت كنخليها تبات عندي وتقلب حوايجي كيف ما بغات وعمرني في الكيس فيها وقدرت تسلي حوايجي بدون ما نحس. ديك اللحظه عرفت الحقيقه بلي هدى كانت هي اللي سحرات ليا، حيت كلشي ولا واضح. هي الوحيده اللي كانت دائما حاضره معايا، وهي الوحيده اللي كانت كدير لي تعليق سلبي على محمد، وهي الوحيده اللي كانت عارفه كل تفاصيل من حياتي. هدى كانت كصغير مني وكانت بغات تدمر ليا كلشي في حياتي، وهذا كان اكبر خيانه وانا ما عايقاش بها. المهم انا هزيت حوايجي وخبيتهم في الصاك ومشيت لعندها وقلت لها هدى، قلت لها يلاه درت معايا ماما خاصني نمشي، حيت جاو شي ناس وضروري خاصني نعاونها في الدار. صافي انا مشيت ديك الساعه للدار وقلتها لماما. قلت لها شنو كاين. ماما تصدمت بحالي، حيت ما يمكنش شي حد فينا يشك في هدى، في ديك الانسانه اللي كنعرفوها ملي حنا كنا صغار. ديك الساعه مشيت مع ماما عند الراقي، ديت لي الحوايج ديالي وطلت لي السحر وحصلني وقال لي نبقى نقرا القران وعطاني الماء ديال الرقيه. الصراحه من بعد شي ايام قلال حياتي بدات كتحسن. صافي من بعد ديك المده مشيت عند هدى وغادي نواجهها. واجهتها بكل شيء. الصدمه اللي غادي تصدمني اعترفت لي وقالت لي انها كتغير مني. انا عييت نشوفك فرحانه وحياتك مقاده وغادي تزوجي بواحد اللي اي وحده تتمناه. انا غرسم العلاقه ديالك اللي بينك وبين خطيبك، وما بغيتكش نشوفك فرحانه، ما بغيتش نشوفك فرحانه في حياتك. هانتي دابا سمعتي كلشي، الغيره عمات لي عيني باش ندير لك هادشي. وانا جاوبتها قلت لها داك الحسد اللي فيك والنوايا الخايبه ديالك هي اللي غادي تخليك بوحدك، وحتى واحد ما غادي يبغيك. مشيت وخليتها، ومن داك النهار هو اخر نهار اللي غادي نشوفها، حيت مباشره بعد المواجهه قررت انني نقطع علاقتي نهائيا بها وما عمرني نسامح لها. صافي رجعت لحياتي الطبيعيه، تزوجت وبديت حياة جديدة وعايشة مع راجلي عايشين مزيان. ولكن الشرح ديال الخيانة ديال هدى اللي كانت أقرب إنسانة ليا بقى غائر في قلبي. اليوم كنقول الحمد لله على الصحة اللي رجعت ليا، ولكن الدرس اللي تعلمته غادي يبقى محفور في عقلي. الحياة مليئة بالمفاجآت، ولكن الكذب والخيانة هما الأكثر صعوبة في التأثير على النفس. وهذه هي قصتي.